سلام، مرحبا بكم. اليوم معايا فيديو جديد لنهار اليوم راني جبت لكم واحد الخلطه رهيبه تستعملوها البشره نتاعكم، تستغنيكم على صرف بزاف وتصرفوا بزاف دراهم. جيبوا لي مغرفه كبيره نتاع الخميره السريعه، الخميره الفوريه اللي باش نطيبوا الخبز ولا المطلوع نتاعنا، مع نص مغرفه نتاع السكر، سكر حبيبات. وحطوا لي عليها 4 مغارف نتاع الحليب، يكونوا دافي ما يكونش غليان باش هذيك الخميره نتاعكم ما تموتش. انتم تشوفوا الفيديو هنا هذا، ما تنسوش تخليوا لي اشتراك في القناه، وما تنسوش تعمروها لي بلي جيم والكومنتار الشابين كيما نتوما، باش هكذا اللمه نتاعنا بربي ان شاء الله تكبر يوم على يوم، والعائله نتاعنا تكبر ونستفادوا كامل مع بعضنا. هذه الخلطة خلطة رهيبة باش نديروا الانتاج الكولاجين للبشرة نتاعنا، وتخلي البشرة نتاعنا ديما شابة. لو عمرك في عمر 60 راح ترجع في عمر 20. نخلطوا مليح هذيك، نرجعوا الخلطة نتاعنا، نخلطوا هذيك الخميرة مليح حتى تذوب لنا، ونخلوها على جهة تذوب لنا مامبا 5 دقائق 6 دقائق. نجيبو لهنا في جهة خلاف نحطو مغرفة كبيرة نتاع زيت الزيتون، مع مغرفة ولا نص مغرفة نتاع العسل الطبيعي. انا من الاحسن ديما البشرة نتاعي نحاول نستعمل العسل الطبيعي، يعني يعطيني نتيجة ما شاء الله، وانتم على بالي راح يعطيكم نتيجة راح ترضيكم وراح تفرحكم. النتيجة ما شاء الله. كيما على بالكم العسل الطبيعي راه بزاف مغذي، المغذي للبشره نتاعنا، على خاطرش راهو طبيعي ما فيش هذيك الاضافات ولا مواد اخلاف، طبيعي يعني طول تتغذى به البشره نتاعنا وتتوهج. من بعد هنايا زدت لهم مغرف نتاع زبادي ولا ياغورت طبيعي. اذا كان ما عندكمش تقدروا تحطوا الحليب، واذا تاني كان ما عندكمش الزبادي ولا الياغورت الطبيعي تقدروا تحطوا صفار نتاع بيضه. انا هنايا ما نحبش ريحه البيض، وبزاف على بالي منكم يتقلقوا من ريحه البيض. هنايا نحطوا الزبادي ولا الحليب، نخلطوهم مليح. من بعد نجيبوا هذاك الخلط نتاعنا، شوفوا هنايا الخميره نتاعنا كيفاه تفاعلت، نخلطوها. بعد نكبوها على هذاك ولا نفرغوها على هذاك الخليط اللي وجدناه مع بعضنا كيما راكم تشوفوا. يعني هنايا خطوات سهله بسيطه وسريعه، وصدقوني هنايا اذا جربتوها راح تعطيكم نتيجه فوريه. يحفز لكم الكولاجين، يشد لكم البشره، ينحي لكم التجاعيد، ينحي لكم هذيك الخطوط الرقيقه اللي تلقاها في الوجه وينحيها. هنا بالنسبه لطريقه الاستعمال، نستعملوها على 5 مرات. شوفوا هنايا معايا، نحطوا الطبقة الأولى نخلوها تنشف، ونزيدوا الطبقة الثانية ونخلوها تنشف، والطبقة الثالثة وتنشف حتى الرابعة الخامسة. هنايا هذه الخلطة راهي صالحة لليدين والوجه وتاني الرقبة. كنحطوا في الوجه نتاعنا تجنبوا، ما تحطوش حول حول الفم نتاعكم، وما تحطوش حول العينين. كما قلت لكم تزيل تاني التصبغات وتزيل البقع الداكنه، وتشد البشره وتحفز هذاك الكولاجين باش تنتجو، وتزيد تاني تجبد لكم وتنحي لكم التجاعيد والخطوط اللي تكون متواجده في الوجه. يعني راهي مضمونه وراهي مجربه، انا جربتها قدامكم، دوق النتيجه راهي قدامكم. هنايا قلت لكم نخليوها 20 دقيقه، خليوها 20 دقيقه حتى تنشف لكم. بعد نغسلوها بالماء عادي، بالماء بارد كيما راكم تشوفوا. بعد هنا كتخليوها تنشف راح تبدا تتلاصق، تحسوا هكا كيما حطيتو ماده لاصقه، ماده لزجه، وتعطيكم كيما قلت لكم نتيجه. نتيجه ما شاء الله، نتيجه رهيبه تفرحكم. وهنا من الاحسن انكم تجربوه على الاقل مرتين في السمانه، على يخلي البشرة نتاعنا نضيرة، ويخليها متفتحة، ويخليها مشرقة. يعني كي تشوفها مثلا انتي تشوف واحدة هكا البشرة نتاعها راهي لاباس بيها، ما تعطيهاش عمرها. كما قلت لكم تحطوها في عمر 60 راح ترجعكم في عمر 20. وهذه وصفة راهي مجربة من أقدم الوصفات والأشهر الوصفات في العالم، يعني راهي قديمة، ما راحش تلقاوها عند الغاشي كامل، بالك تلقاوها عندي وبالك تلقاوها عند ناس أقلال. المهم هنا نتمنى أنه الخلطة لنهار اليوم تكون نالت إعجابكم، وما تنسوش تجربوها، وبربي ان شاء الله راح تخرج عليكم وراح تفرحكم. سلام، ما تنسوش الاشتراك في القناة.